هل انتهى حلم المونديال لبعض نجوم الأطلس قبل أن يبدأ حقاً؟ التوقف الدولي الأخير لم يكن مجرد وديات عابرة لتجربة الخطط، بل كان مقصية فنية حقيقية كشفت المستور وأعادت ترتيب الأوراق في مكتب المدرب محمد وهبي. مباراتا الإكوادور وباراغواي لم تمر بسلام، فقد شهدتا ولادة نجوم جدد فرضوا أنفسهم كأعمدة لا تمس، وفي المقابل سقطت أسماء رنانة من حسابات المدرب تماماً. والسبب؟ تفاصيل صغيرة ولقطات غامضة غيرت مسار لاعبين للأبد. اليوم نكشف لكم القائمة السوداء والأسماء التي حجزت مقعدها في طائرة المونديال ببراعة، بينما يواجه الآخرون شبح الاستبعاد النهائي. فمن هم الرابحون ومن هم الضحايا الذين خيبوا الآمال في اللحظات الحاسمة؟ لطالما كانت الجماهير المغربية تتساءل من يملك الهدوء الكافي لقيادة الدفاع بجانب نايف آكرد في المحافل الكبرى. الإجابة جاءت من قلب الدوري الإنجليزي. عيسى ديوب لم يحضر ليجرب أو ليختبر الأجواء، بل حضر ليحكم قبضته على المنطقة الدفاعية. ب14 تدخلا ناجحا ونسبة تمرير بلغت 100%، أثبت ديوب أن الخبرة العالمية لا تشترى. لقد أنهى تماما صداع الكرات الهوائية الذي كان يؤرق المنظومة الدفاعية لسنوات، وبات القطعة الناقصة في أحجية محمد وهبي التكتيكية. انسجامه السريع وتوجيهاته لزملائه جعلت الجميع يشعر وكأنه يحمل قميص المنتخب منذ عقد من الزمان. لكن هل يكفي الأداء الفني وحده لمحو الانتقادات السابقة؟ الميدان أجاب بكل قوة وخرست كل الألسن، ولكن خلف هذا النجاح الدفاعي الباهر كان هناك شاب آخر يقاتل لاستعادة بريقه المسلوب. شادي رياض ليس مجرد موهبة دفاعية، بل هو مشروع جنرال مستقبلي لخط الدفاع المغربي. لولا الإصابة اللعينة التي دمرت مساره التصاعدي قبل كأس إفريقيا، لكان شادي الآن اسما ثابتا في كل تشكيل. في مواجهة الإكوادور ظهر شادي كأنه يتحدى جسده وتاريخ إصابته. تنافسية عالية، حضور بدني طاغ، وتفاهم استثنائي مع عيسى ديوب. ورغم أن البعض قد يلومه على لقطة الهدف الوحيد، إلا أن لغة الأرقام والتحركات التكتيكية تقول إن شادي هو الأنسب لفلسفة وهبي في بناء اللعب من الخلف. استمراره مع كريستال بالاس سيكون المفتاح، وحضوره في المونديال بات الآن مجرد مسألة وقت لا أكثر. لكن بينما كان الدفاع يستعيد هيبته، كانت هناك مفاجأة أخرى في وسط الميدان لم يتوقعها أحد. عندما نتحدث عن وسط الميدان نبحث دائما عن الرئة التي لا تتوقف عن الضخ. سمير مرابط أثبت في 82 دقيقة ضد باراغواي أنه البروفايل الذي يشبه كثيرا نائل العناوي، ولكن بلمسة دفاعية أكثر صرامة. 9 تدخلات ناجحة وفوز ب8 صراعات ثنائية جعلت من مرابط صمام أمان حقيقي أمام خط الدفاع. رغم أنه لا يشغل مركز الارتكاز الصريح في ناديه، إلا أن انضباطه التكتيكي وتغطيته للمساحات الشاغرة جعلت محمد وهبي يقتنع تماما بجدوى تواجده. مرابط لا يحتاج للكلام الكثير، أداؤه الصامت والمؤثر يضعه كخيار استراتيجي لا غنى عنه في قائمة المونديال القادمة. ومع ذلك هناك من سرق الأضواء في الجانب الهجومي بلمسات ساحرة قلبت الموازين. منذ اللمسة الأولى له مع المنتخب أدرك الجميع أن ياسين جاسيم ليس لاعبا عاديا. هو يمتلك تلك الثقة التي يحتاجها أي لاعب شاب للنجاح في البيئات الدولية الصعبة. ضد باراغواي قدم جاسيم تلميحات إيجابية جدا، تمريرتان مفتاحيتان كانتا وراء أهداف الفوز، وقدرة هائلة على التحول السريع من الجناح إلى عمق الملعب. الأهم من ذلك هو مرونته التكتيكية. محمد وهبي لم يخرجه ليدخل إبراهيم دياز، بل أبقاهما معا، مما يوحي بأن جاسيم قد يكون المفاجأة في التشكيل الأساسي للمونديال كجناح أيمن مع تحرير دياز في المركز 10. ياسين ربح الرهان بامتياز، وسيكون من الصعب جدا استبعاده إذا استمر بهذا النسق التصاعدي. ولكن مقابل هذا الصعود الصاروخي هناك أسماء بدأت تتلاشى في الأفق بشكل صادم. في كرة القدم العالمية قد تملك الموهبة، لكن التفاصيل البدنية والتمركز قد ينهيان مسيرتك مع المنتخب. سفيان الكرواني دخل في الدقائق الأخيرة ضد باراغواي، لكنه ظهر تائها، غياب تام للمساندة الهجومية وضعف واضح في التغطية الدفاعية العكسية.
وبنفس القدر من القلق نجد زكريا الوحدي، فرغم تألقه في الأولمبياد ومع ناديه جينك، إلا أن قصر القامة تحول إلى نقطة ضعف استغلها خصوم المنتخب الأول بذكاء عبر الكرات العرضية. الهدف الذي سجل من جهته ضد باراغواي وضع علامات استفهام كبرى حول قدرته على الصمود في مواجهات المونديال البدنية العنيفة. حظوظهما الآن تتأرجح بين البقاء كبدلاء طوارئ أو الخروج النهائي من الحسابات، لكن الصدمة الحقيقية لم تكن دفاعية، بل كانت تتعلق بلاعب انتظر منه الجميع الكثير. ما حدث في الدقيقة 73 من مباراة باراغواي قد يكون المسمار الأخير في نعش تواجد أمين عدلي مع المنتخب في الفترة القادمة. لقطة الغضب الهستيرية للمدرب محمد وهبي لم تكن من فراغ. عدلي لم يقم بالضغط الدفاعي المطلوب، تمشى ببرود في وقت كان يجب فيه القتال على الكرة، مما سمح للخصم بالتسديد بكل أريحية. بالنسبة لوهبي، الانضباط الدفاعي للمهاجم هو خط أحمر: 0 تسديدة، 0 مراوغة، و0 روح قتالية. أرقام تجعل مكانة عدلي تذهب مباشرة لعثمان معمة الذي يعرف جيدا كتالوج المدرب وهبي. هل انتهى مشوار عدلي هنا؟ المؤشرات تقول نعم، ما لم تحدث معجزة في المعسكر القادم. ولكن ماذا عن الجلاد سفيان رحيمي؟ سفيان رحيمي يمر بمرحلة صعبة من حيث الهوية التكتيكية داخل المنتخب. في فلسفة محمد وهبي، المهاجم ليس مجرد مسجل أهداف، بل هو محطة تارجت مان، ومهاجم وهمي يربط الخطوط ويتحرك في المساحات لخلق حلول للقادمين من الخلف. رحيمي رغم مجهوداته الفردية بدا مختفيا، وحركيته كانت سلبية في عمق الملعب ضد باراغواي. لم ينجح في دور المحطة، ولم يشكل خطورة حقيقية على المرمى. مع تألق أسماء مثل بوقراوي والعودة المرتقبة لياسر زيبيري، أصبح مركز رحيمي مهددا أكثر من أي وقت مضى. هل سيعيد وهبي تدوير رحيمي في مركز آخر؟ أم أن فلسفة المهاجم الشامل ستقصي نجم العين من الحسابات المونديالية؟ في نهاية المطاف، أثبت هذا التوقف الدولي أن الأسماء وحدها لا تضمن لك مكانا في تشكيلة محمد وهبي. المعايير أصبحت واضحة: القتال، الانضباط التكتيكي، والقدرة على تنفيذ الأدوار الدفاعية قبل الهجومية. عيسى ديوب وياسين جاسيم وشادي رياض هم الرابحون الأكبر، بينما يواجه عدلي والكرواني ورحيمي اختبارات قاسية لاستعادة الثقة المفقودة. الطريق إلى المونديال لا يزال طويلا، لكن ملامح اللائحة بدأت تتضح، والمفاجآت قد لا تتوقف عند هذا الحد. وأنتم شاركونا في التعليقات: من هو اللاعب الذي ترون أن وجوده في المونديال ضروري جدا، ومن هو الاسم الذي يجب استبعاده فورا بعد هذا الأداء؟ لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس لنوافيكم بكل جديد عن أسود الأطلس. نراكم في المقطع القادم.